السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض الرقاق الطري التحفه اللي انتوا شايفينه ده، طري كده زي الخس، طري زي الميه، وكمان من غير سمنه، من غير زبده، من غير فرن. عملناه ازاي؟ يلا نسمي الله ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسوش اللايك حبايب قلبي عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وتابعوني لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي كده مشاركه مع اصحابكم للفيديو. بصوا بقى، انا هنا كده عندي زيت عادي خالص، حطيت في الكوبايه كوبايه الا ربع من الزيت، وده كيلو وربع من الدقيق تقريبا، يعني كيلو وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات او دقيق للمخبوزات. ده كده لبن بقري انا كنت غلياه وسبته في التلاجة فترة، فجيت اسخن كوباية منه لقيته هيقطع معايا، وقلت خلاص بقى طالما هو هيروب اعجن بيه، لان طبعا مش هينفع ان انا اسخنه والاولاد يشربوه. فقلت خلاص تمام. بنبدأ كده نحط شوية بشوية من الحليب، او لو عندك رايب انت مروباه بيبقى تحفة طبعا. لو عندك حليب على زبادي اي حاجة متوفرة عندك تمام. بحط كده شوية بشوية على الدقيق، وبتوه الرايب او اللبن بتاعي في الدقيق شوية بشوية تمام، لحد لما اشرب كده كل الدقيق بتاعي باللبن او الرايب، او حتى لو عندك زبادي على حليب او لبن تمام. عايزه اقول لكم بقى، اللبن اللي كان عندي خلص، فانا كنت محتفظه كده بالشرش اللي نزل من الجبنه اللي احنا عملناها مع بعض. وهتقولي لي ازاي بقى انت استخدمتيه وانت حاطه عليه كميه ميه كتير؟ انا سبته يا بنات على جنب كده ساعتين لحد لما الشرش رقت خالص تحت. بدأت ان انا اصفي كل الميه كده لقيتها ايه، الميه الزياده كلها كانت فوق، فصفيته. والشرش زي ما انتوا شايفين كده اللي اتفضل تحت انا استخدمته، بيبقى ايه مرقد في الحله بتاعتي من تحت تمام. بدأت كده ان انا ازود برضو منه الدقيق، وببدأ ان انا احط شوية بشوية لحد لما كل الدقيق بتاعي يختفي زي ما انتوا شايفين. مش بحط كده كل السوائل او اللبن او الحليب مرة واحدة، لا، حطي شوية بشوية لحد لما الدقيق بتاعك كله يتوه مع بعضه كده، وتبدأي بقى ان انت ايه تعجني عجن مظبوط. دلوقتي انا هحط الزيت تمام. خلاص كده كل الدقيق بتاعي اختفى، والعجينة ما تخليهاش لينة قوي في المرحلة دي، علشان لسه هنحط الزيت او السمنة او الزيت ده براحتك. انا هنا استخدمت نص كوباية على الكيلو وربع من الدقيق، استخدمت له نص كوباية بس من الزيت تقريبا تمام. ما تحاوليش تكتري لو انت هتستخدمي زيت في المادة الدهنية بتاعتك. لو انت هتستخدمي زيت ما تكتريش عن مثلا نص كوباية، كوباية الا ربع بالكتير على الكيلو، علشان الزيت يا بنات كتره بينشف المخبوزات تمام. لو انت هتستخدمي سمنة عادي، يعني حتى لو حطيتي كوباية اكتر من كده مفيش مشكلة خالص. بصوا بقى، نزلت تحت كده واديتها بوكسات كتير، وقعدت قلبت واعجن فيها لحد لما نعمت خالص بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده. غطيتها بكيس وبفوطة وسبتها نص ساعة ترتاح. عايزة اقول لكم برضو ان انا الدقيق بتاعي كنت رش عليه رشة ملح في الاول خالص، زي معلقة صغيرة من الملح، عشان انا نسيت اقول لكم تمام. اهم حاجة نسيب الرقاق بتاعنا يرتاح خالص تقريبا، يعني تلت ساعة نص ساعة، بعد كده بنقطعه. ممكن تقطعيه في الاول وبعد كده تسيبيه نص ساعة يرتاح، مفيش مشكلة. اهم حاجة ان انتي تريحيه قبل ما تبدأي ان انتي تفرديه، علشان ما يتعبكيش في الفرد ويديكي نتيجة تحفة تمام. اهم حاجة تريحيه. انا ريحته تقريبا نص ساعة، يعني انا قطعته كده وسبته كمان بعد ما قطعته كرات كده. غطيته بقى كده زي ما انتوا شايفين. انا فردته هنا على المطرحة، حطيت عليها قماشة، وحطيت كده كل العجين بتاعي، وغطيته برضو بكيس، وغطيته بفوطة كمان، وسبته كمان نص ساعة تمام. لو انت ما عندكيش وقت يبقى تقرصيه كده او تقطعيه كرات، ويعني اول ما تعجنيه تقطعيه كرات وتسيبيه بقى ايه نص ساعة كده، علشان اهم حاجة يرتاح في المرحلة اللي هي بعد التقطيع. بجيب بقى كده اول واحدة انا قطعتها، وببدأ رشة دقيق كده خفيفة، وبالنشابة او بالسريع او بالمردنة زي ما انت عايزة تمام.
انا بفرده بالسريع علشان المكان عندي هنا ضيق، ما عرفتش اعمل بالايه بالنشابه. واحلى حاجه للرقاق ان انت تفرديه بالسريع، السريع اللي هو اللي انا ماسكاه ده. تمام. بصوا هنا كده انا بفرد الرقاق بتاعي من الاطراف، ما بحاولش ان انا اتك على قلب الرقاقه علشان ما تنشفش معايا. هنا بقى كده بشيل الرقاقه بين كل فردتين 3 وبرش تحتها رشه من الدقيق. ما بحاولش ان انا ارش دقيق كتير على وش الرقاقه علشان تكون بتلمع معايا وما تكونش مجيره كده او الرقاق مطبع فيها زي ما بنقول. تمام. بالنسبه بقى ان مثلا لو انتي بتعملي لوحدك طبعا هتبداي ان انت تجيبي قماشه او ملايه عندك نظيفه، تفرديها على ترابيزه عندك وتعملي كده 3 4 وبعد كده تسويهم واحده ورا التانية. تمام. لو انت بقى عندك مكان في المطبخ تقدري ان انت وانت واقفه كده تفردي جنب البوتاجاز، مفيش مشكله. اشتغلي كله ورا بعضه زي ما انتوا شايفين كده. بفرد الرقاقه، والرقاق يا بنات بيكون رقيق مش زي العيش. تمام. بنحط كده رشه تحتيه وما نحاولش ان احنا نكتر الدقيق فوق وش الرقاق. طيب بالنسبه للتسويه بقى انا بشيل كده الرقاقه على المطرحه، برش رشه خفيفه من الدقيق على المطرحه، رشه خفيفه، وبشيل الرقاقه بتاعتي على المطرحه وبدخلها لو انا هعمل في الفرن او لو انا هعمل زي النهارده كده على الصينيه. طب لو انا ما عنديش مطرحه، شايفين النشابه اللي انا ماسكاها دي، برش كده فوق الرقاقه الاول رشه من الدقيق علشان ما تلزقش في بعضها. تمام. وبشيل كده بالنشابه اللي هي الطويله دي وبفرد على الصينيه بتاعتي او ادخلها الفرن. بس في الرقاق بفضل المطرحه يا بنات، لان المطرحه بتنزلي منها كده الرغيف على طول في قلب الفرن او على الصينية بتاعتك. تمام. لكن النشابة اللي هي بتكون طويلة دي ممكن الرقاق بتاعك يلزق في بعضه. ليه بقى؟ لان احنا ما بنحطش على وش الرقاق كمية دقيق كتير. تمام. لكن انتي لو ما عندكيش غير النشابة دي رشي رشة من الدقيق كده على وش الرقاق قبل ما تشيلي بيها. تمام. بصوا بقى التسوية النهاردة هنعمل على الصينية اللي هي بتاعت الفطير او الكحك والبسكوت. بنقلبها كده زي ما انتوا شايفين على عين البوتاجاز. انا حطاها على اكبر عين عندي وسخنتها كويس جدا، وبعد كده هديت النار، خليت النار متوسطة او اقل من المتوسط، يعني هديت النار. بنزل كده بالرقاق، واول ما بحس ان هو بدأ ياخد تشميعة كده خفيفة، يعني الرقاق تمسك نفسها وتبدأ تعمل فقاقيع خفيفة كده زي ما انتوا شايفين، بروح بقى شايفين بروح جايبة المقصوصة كده وبروح قلبها على طول، بقلبها على الجنب التاني. طبعا الطريقة دي عايزة اقول لكم تحفة، سهلة جدا جدا. لو هتعملي كده كمية هتعمليها في ثواني. طيب بالنسبة ان انا عندي هنا العين دي النار بتاعتها بتبقى جاية كده عالية من ناحية والناحية التانية هادية قوي. بعمل ايه؟ بروح جايبة كده الرقاقة الناحية اللي هي ما خدتش لون، بتنيها وبخليها تحت لحد لما تاخد اللون بتاعها من جميع الجوانب علشان اللون بتاعها يكون مظبوط كده الرقاقة كلها. شايفين بقى الرقاق؟ بطلع كده الرقاقة، يعني باخد الرقاقة بعد ما بتستوي بحطها في قلب فوطة، يعني بكون عندي طبق كده حاطه فيه فوطه، فرده فيه فوطه، وكل رقاقه بسويها بحطها كده فوق التانية في قلب الطبق وبغطيها بالفوطه او قماشه تكوني مخصصاها للمخبوزات. تمام. بسيب الرقاق على بعضه كده ربع ساعه في قلب الفوطه. بعد كده لو انتي مثلا عامله كميه وعايزه تحتفظي بيها في الفريزر بتعبيه في اكياس عادي جدا. تمام. بس اهم حاجة تطلعيه في قلب فوطة علشان ما يعرقش على بعضه، والفوطة بتحافظ عليه، بتحافظ على طراوته زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بيتهوى ربع ساعة تحفظيه في اكياس وتشيليه في التلاجة او تكليب الف هنا. عايزة اقول لكم الطريقة دي تحفة بجد بجد، يعني سهلة جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي بقى لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبكم الفيديو، وكمان اعملوا لي مشاركة كده مع اصحابكم علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد.
واتمنى يكون الفيديو مفيد. ما تنسونيش في اللايك يا بنات والاشتراك والمشاركة.